أهلا ومرحبا بكم حبايبي متتبعيني، نتمنى تكونوا بصحة جيدة. قبل ما نبدا الوصفه ديال اليوم حابه نشكر الجميع، نشكر جميع الناس اللي داروا لي ابوني، القدامى والجدد، نساء ورجال. كنشكركم بزاف وانا سعيده بزاف لي كومونتير ديالكم ولي لايك ديالكم، ونتمنى نكون عند حسن الظن ديالكم. اول حاجه درتها مهم فاش فقت من النعاس فطرت وصافي بديت في التخمال. عرفتوا كيما السفر الواحد كيرجع من السفر خصو يخمل عاوتاني. المهم انا ما خملتش كلشي، خملت غير الصالون والكوزينه حتى هي ضربت لها واحد التخميله شي شويه بسيطه وصافي. كملت الشقه ودخلت للكوزينه ووجدت هاد لاطابل هادي كلشي خفيف. المهم انا غنقدم معكم واحد البيتزا درتها اول مره، الصراحه جات رائعه، جات بنينه، بيتزا مختلفه. عندنا هنايا الدقيق ديال الحمص، مهم اللي تيصابوا به كان وهو مهم لقيتو انا واش جبته ماما من وجده. وعندنا هنايا العدس حتى هو غادي نقادو، وعندنا الملح، الابزار وزويته بلديه وواحد البيضه. غادي ناخذ العدس غادي نحمرو. كيف ما كتشوفوا العدس اللي خديت انا هذاك العدس الاحمر. المهم زوين، هذا الفقر الدم خديته انا عجبني. قلت علاش لي ما نديروش، عندي موجود قلت علاش لي ما نديروش. المهم شديته انا حمرته واحد شويه. العدس هو تحمر، غادي نحطو في شي طبيصيل، وهنا عاوتاني غادي نحمر الدقيق ديال الحمص حتى هو غادي نحمرو. نبقى نحركو شويه بشويه باش ما يتحرقش لينا، ما نغفلوش عليه. غادي ناخذ العدس ونطحنو انا في مولينكس لحقاش انا محتاجه غير داك الدقيق ديالو. من بعد ما طحنتو غادي نغربلو باش يبقى دوك الحبيبات الفوق، انا بغيتش دوك الحبيبات، بغيت انا الدقيق وصافي. وكنزيد عليه الدقيق ديال الحمص حتى هو محمر، وغادي نزيد هنا شي شويه ديال المليحه، شي شويه ديال الابزار، وغادي نزيد عليهم هنا واحد الخماره ديال الحلوه وكذلك زويته بلديه، وغادي نزيد هنايا واحد البيضه اللي غادي نجمع بها. وباش غادي نجمع كلشي غادي ندير شي شويه ديال الماء، غادي نجمع به داك الدقيق ديال الحمص وديال العدس. غنبقاو نخوضوا شويه بشويه بشويه حتى تتجمع لينا العجين كلها هي. واللي ما عندوش العدس الحمر يدير اي عدس، المهم انا غير العدس الحمر لقيته واجد. غادي نشد هنايا واحد المول وغادي ندهنو بالزبده، وغادي ندردر عليه انا شي شويه ديال الدقيق ديال الحمص اولا ديال العدس، وغادي نحط ديك لاباط ديال الحمص والعدس. الصراحه لاباط هذه تتكون بنينه وفي نفس الوقت هي غنيه بالحديد وصافي. وكنتقب ديك العجين بالفورشيط، وهنا غادي ندير الصلصه ديال البيتزا اللي كنديروا، الصلصه ديال الطماطم مع شي شويه ديال الابزار والزعتر وشي شويه زبيته بلديه صافي، وكنحطها فوق منها. وكندير فوق منه فخوماج غابي، الفرماج محكوك. وهنايا غادي نزيد لكم الاختيار، المهم انا عندي هنايا الكفته طحنتها ماما ديال الدار، كفته ديال بيبي وديال اللحم مطحونه ديال الدار مقاده مصايبه. المهم ديروا نتوما اي حاجه بغيتو. درت انا هنايا الكفته، درتها شي شويه ديال التوابل والابزار وشي شويه ديال المعدنوس وحطيتها فوق منها. وكذلك هنايا عندي البيض، المهم البيض اللي عندكم، انا عندي هنا 2 بيضات، ودرت الملحه والابزار وشي شويه ديال المعدنوس وحطيته فوق منه. ويمكن لكم ديروا حتى 6 ديال البيضات 5 ديال البيضات باش تجي واحد السمك عميق. المهم انا كنقضي باش من مكان، ويمكن لكم ديروا الدجاج في عوض الكفته اولا الطون، المهم داك اللي عندكم ديروه. وهنايا درت الفخوماج من الفوق، فخوماج غابي من الفوق. هذه هي البيتزا صافي وجدات من بعد ما تحمرات كيف ما كتشوفوا. الصراحه ما نقولش لكم هاد لاباط هذه جات بنينه، جات رائعه.
صافي وكنقطعها مرصوات. وكيف ما كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي ديال البيتزا. هي كتكون طبقات، الطبقه الاولى والطبقه الثانيه والطبقه الثالثه. وكيف ما قلت لكم انا يمكن لكم تدبلوا المقادير باش تجي السمك يكون عميق، ما يكونش هكاك بحال هكاك رقيق بزاف. وكيف ما كتشوفوا هذه الطبيله ديالنا، الطبيله درتها انا سامبل خفيفه. درت بيتزا كيف ما كتشوفوا. دوك الجبيبينيات درت فيهم انا التفاح مرصوات صغيورين، والخس قطع رقيقه، وشي شويه ديال الحامض والسكر. والعصير درت انا عصير ديال الحامض والنعناع، عصرته الصراحه جاته هو بنين بنين بنين. ودرت السلطه ديال الخس ومطيشه طماطم وبصيله وتم الفلفله مقليه. الصراحه الطبيله هذه كانت غنيه وتوجد بسرعه وما خدتليش وقت كتير. كملنا الغديوه ديالنا وغسلنا المعينات. وانا هنا بغيت نوري لكم واحد الطريقه، هي كلشي عارفه، غير انا بغيت نوري لكم واحد لا مارك. عندي هاد لا مارك دوسي الكبير هذا كنشري ب 15 درهم. الصراحه كيدي ليا بزاف، تيدينا حتى 3 شهور، شهرين ونص. غادي ناخذ معلقه صغيره ديال الملحه عاديه اللي ديال الماكله. وهنايا عندي نص كاس ديال الماء سخون طايب. وهنا غادي ندير واحد 3 المعالق صغار ديال الخل، اي خل عندكم. انا عندي هنا الخل الاحمر درتو. وغادي ندير واحد 4 كاس ديال البرودوي اللي عندي. كيف قلت لكم انا كنستعمل دوسي هو اللي عندك فيري، ودوسي تيرغوي مزيان، لكن دوسي جربته والصراحه قلت لكم تيدينا هاد القرعه هذه الكبيره كتدي لنا حتى 3 شهور، شهرين ونص. صافي كنخوضوا مزيان في داك القرعه اللي درنا. وغادي نحطو جانبا، نحطو غير واحد السويعه، ما غاديش نخلي حتى الغد لي باش نقول لكم غادي يختار ساعه بالحساب. صافي كيكون خاتر. هانتوما كيف ما كتشوفوا من بعد ما دازت واحد الساعه، هانتوما كتشوفوا تيكون هو خاتر وباقي تيختار. وصراحه تيرغوي مزيان. وداك الخل تيحيد ديك الزفوره ديال الماعن اللي ما كيستعملش الخل، باردون، اللي ما كيستعملش جافيل، حيت جافيل كياكل اليدين، تيحرق في اليدين. تنديروا الخل تيحيد ديك الزفوره. وهنا زدت الماء كيف ما كتشوفوا، درت الماء عليه وعطانا رغوه كثيره، وتيرغوي اكثر من هكا. لحقات العشيه وخرجت انا وبنتي شي شويه للمنتزه ديالنا، منتزه عين تامده. الصراحه راحه نفسيه، دائما كنخرجوا ليه الطبيعه غزاله عندنا، والامياه ما شاء الله، صراحه الله غزاله الطبيعه. نخليكم مع المناظر وكنقول لكم نتلاقاو فيديو اخر ان شاء الله. دمتم في امان الله، الى اللقاء.